بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ تعالي نشوف هنعمل لسان العصفور ده معاكم ازاي. سهلة، أكلة وصفة سهلة وبسيطة جدا وغير مكلفة. حاجات عندنا في البيت. ده كيس لسان عصفور، حطيت في الكوب معلقتين زيت ومكعب زبدة، وده معلقة صغيرة ملح. حط الملح مع المكرونة أو لسان العصفور وانت بتحمريه وادعيلي هتلاقيه كله احمرت، يعني مية واحدة كده، لون واحد، تاخد لون واحد موحد. بس بشرط انك تقلبي فيها على طول، ان كان لسان العصفور ولا المكرونة، تقلبي على طول، ايدك ما تسيبهاش، تقليب مستمر. وانا صباح، ودي قناتي، واللي ما اشتركش معايا يشترك. مزعلني يا حبايبي، بقيتوا تسحبوا من القناة وما بقيتوش تشاهدوا مشاهدات كتيرة، مشاهداتكم قلت يا اهل الخير. هنا لسان العصفور احمر، يعني ما حمرتوش خليته غامق، لا، اغمق من الذهب شويه، بني فاتح. ومعايا بصلايه كبيره مقطعاها بالسكينه تقطيع رفيعه، حطيتها عليه وقلبتهم مع بعضيهم لحد البصلايه ما تدبل شويه مع مش تدبل أوي مع البتاع. دي جزرية وسط، انا بشرها بالمبشره. دي اختياري، ممكن تحطيها ممكن ما تحطهاش، براحتك، بس هي هتخلي لك لسان العصفور مسكر وحلو قوي، وبتزود القيمه الغذائيه. احنا الرغبه الوحيده من الحاجات دي نضيف الخضار نزود القيمه الغذائيه. وده قرن فلفل رومي احمر، وقرن فلفل اخضر، وقرن حامي. الحامي اختيار، ما تحطوهوش، احنا بنحب الحامي في الاكل. وقلبتهم كلهم مع بعضهم. ودي البهارات، ملح وفلفل و7 بهارات فقط لا غير. بس الملح زي ما انت عايزه، الناس بتحب الاكل حادق شويه، والناس بتحب ملح وفلفل و7 بهارات بس. ودي مكعب مرقه انا فرقته على ايدي وحطيته. ودي كوبايه ميه سخنه، دي 2، ولازم ميه مغليه 3 كوبايات ميه ونص على كيس لسان عصفور 400 جرام. 3 كوبايات ميه ونص. ولما زي الرز تعملي معاه زي ما الرز يشرب ميته، تيجي موطيه عليه. واكله وصفه سهله وبسيطه، وفي مين تعمليها. حط معاها جنبيها سلطه، تحط جنبيها مخلل، تعمليها هي طبق مقبلات جنب الاكل بدل الرز. حلوه جدا جدا جدا، ما خدش 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير قوي. وصفه بسيطه وسهله، وما اقولكيش على طعمها، ومشبعه وحلوه للاطفال وللكبار برضك. شايفين شكل الطبق عامل ازاي؟ حطينا شويه بقدونس على الوش من فوق. واللي معايا لحد دلوقتي منساش اللايك، وبالهنا والشفا، صحتين على قلبكم.